بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة نعمل شوية مسقعة بقى كده جنب شوية فول ونقضيها النهاردة. حاجة غالية ومش عارفين نعمل ايه بصراحة. لكم احلى شوية مسقعة ان شاء الله. هحمر الباذنجان بس ويمكن نعمله ايه. يعني احمر الباذنجان المسقعة العادية دي، بس احنا هنعملها بطريقة حلوة يعني. شايفين حبايبي؟ انا قليت الباذنجان اهو وحطيته في الطبق ده. تمام. وقليت بصايه واحده مفيش غيرها، بس قطعتها رقيقه خالص. هحطها فوق الباذنجان كده. هي بطاطسايه والله اللي عملتها، مش كتير عشان ما عنديش بطاطس، والبطاطس غاليه كمان. قطعتها رقيقه خالص. وقطعت الفلفل بس ايه، ما حطيتهوش يعني مقطع، لا خليته بحاله عشان خاطر ما تبقاش حاميه قوي. شايفين بقى احلى شويه مسقعه. وهنا حطيت الطاسه اهي. هعمل الصلصه بتاعت المسقعه. حطيت فصين توم اهم، واسيبهم بس ايه يتحمروا شويه كده. انا مش هغلي المسقعه ولا حاجه، انا هحط عليها الصلصه كده بتبقى طعمها احلى، عشان الباذنجان بيبقى مهري كده، بيبقى شكله مش حلو لما بتبقى تغليها كده معاه. دي بقى عايزه شويه لحمه مفرومه بقى، يا ريت تبقى ايه شويه مسقعه عسل وتلزق في الفرن. ياه. بس نجيبه منين بقى اللحمه المفرومه؟ اللحمه المفرومه غاليه، النص ب200 وشويه. بس تتحمر كده بسيط. وهنا حاطه شويه الكمون وشويه الصلصه. هستنى بس تتحمر بسيط كده. حلوه كده اوي. هحط شويه كمون، هحط لها الملح بس. الصلصه دي اللي انا بعملها في البيت يا جماعه، عايزه تشوفوا بتسهل لي الموضوع ازاي. انا حطيت الملح اهو. يا سلام لو تحط لها واحده مرقه دجاج بقى، تبقى بدل اللحمه بقى، كأنك عاملاها باللحمه، تبقى طعمها جميل برضو. اقلبها كويس كده. طبعا الصلصه عندي ناشفه ومستويه، فانا هحط لها شويه ميه تغلي بيهم بس كده. نسيبها تغلي كده، يبقى الصلصه، يبقى المسقعه اتعملت خلاص. نعمله بقى شويه الفول بس بعد الصلصه دي ما تغلي لها غلوتين كده. بصوا طبعا الباذنجان شكله حلو ازاي، لما صلى على النبي يفتح النفس. شايفين الصلصه كده حلوه قوي استوت. هاخد منها كده واحط على المسقعه اهي، ولا هغلي المسقعه ولا حاجه، هي كده حلوه قوي عشان ما تبقاش مهريه. سلام على طبق المسقعه ده. زي ما قلت لكم كده، عايزه شويه لحمه مفرومه تبقى مية مية. انا هشيل الطاسه كلها واحطها. يلا نعمله بقى شويه الفول دول. انا الفول ده انا اللي عاملاه في البيت والله. شوفوا شكله عامل ازاي، ابيض وجميل ازاي. انا احط طاسه على النار وشويه زيت، واحط فصين توم وبصلايه واحده زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم.
شويه فول بقى اعملهم عسل كده هيعجبوكوا قوي. بس اعملي الطريقه دي هتعجبك والله. تصفر بس كده شويه. مش بياخد وقت، في ثواني هتعمليه. حطي شويه ملح على البصله كده وشويه كمون، حاجه بسيطه يعني مش ياما. حطي طماطمتين واجي بقى على احلى شويه فول. ما بياخدش وقت، في الثواني هتعمليه. شايفه؟ شويه بس تدبل الطماطم شويه صغيره، واحط الفول عليه على طول كده. اكل اقتصادي النهارده كده. ده كفايه شويه المسقعه بس. شايفين حبايبي؟ وهنا الطحينه اللي كنت عاملاها هحط منها شويه اهو. واقلب كله على بعضه كده. سلام على طبق الفول ده، عسل العسل. شايفين الجمال بقى؟ تاكلي كده بعيش ناشف وبحته مخلله ولا حاجه، ولا ناقص ده في مسقعه، ده انا ناسيه. اكل عظمه العظمه والله، بتاكل احسن من اللحمه والكلام ده. شايفين شويه الفول؟ ايه رايكم بقى في طبق الفول ده بقى؟ بصوا الجمال. حطيت شويه طحينه على الوش وشويه طماطم وشويه خضره. بصوا عاطينه منظر جميل ازاي. كلي طبق الفول ده بقى وادعيلي. اعمليه بس بنفس الطريقه. وادي المسقعه، شايفين جمالها؟ شايفين؟ شويه مسقعه على شويه فول النهارده كده، احلى اكله عظمه العظمه. بصوا الجمال، بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا بصوا، اللهم صل على النبي. بصوا الفول بس ده اعمليه كده وبالطريقه ديت واتفرجي عليه، هيعجبك قوي. اعمليه بس بطريقتي دي. وبص الفول المسقعه والله العظيم ريحتها عسل العسل. يلا حبايبي اعملوه كده وتهنوا. اكله سريعه، هي اكله هي مش سريعه قوي بس هي اقتصاديه. يلا شويه فول كده من البيت. انا بعمل نص كيلو الفول، يعني ده يعتبر ايه تلت الفول اللي انا عاملاه، تلته. نص كيلو الفول بجيبه انقعه مفيش ساعتين واروح حاطاه يغلي على النار، واروح حاطاه على عين شمعة كده ساعتين 3 تلاقيه استوى، ولا تشتري من بره ولا حاجه. يلا حبايبي مع السلامه. اعملوا لايكات وشيروا النبي عشان خاطري، وحياة ابوك وحياة ولادكم. اعملوا لي لايكات، كبروا لي القناه شويه نوركم سواد. حبايب قلبي والله انا بحبكم جدا، وبتمنى منكم يعني انتوا اللي هتكبروني وانتوا اللي هتسعدوني وانتوا اللي هتوقفوا جنبي. ربنا يسعدكم ويقف جنبكم كل ولاد الحلال ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. يلا حبايبي.